السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في الصيف كنا متعودين على ان الخبز بيخمر معانا بسرعة وبيعطينا الشكل الحلو هذا، لكن في الشتاء صار الخبز معانا يطلع كله اسود من فوق، اللون اسود، هذا بسموه فطير. في عدة مشاكل لازم نتفاداها علشان الخبز في الشتاء يطلع معانا شكله حلو وخامر. اول مشكلة مشكلة الخميرة. متعودين في الصيف عشان الجو حامي بنحط خميرة شوية صغيرة، لكن بالشتاء لازم نكتر خميرة. هاي اول خطوة. تاني خطوة المية تكون ساخنة، يعني اكتر من الدافية بشوية، ايدك بتتحملها لما تحطيها فيها عشان الخبز ما يطلعش معانا بالشكل هذا. الخطوة الثالثة، لما احنا نفرد العجين لازم نعطيه كمية كافية أو وقت كافي ليخمر معانا، وحتى لو فردناه لازم نغطي العجين بأشياء قطنية زي بطانية مخصصة للعجين عشان الخميرة تدفى وتتفاعل مع الخبز ويعطينا إياه خامر وشكله حلو مش فطير. هدول أهم مشاكل طبعا اللي هو كانت تسببها في العجين، خاصة في فصل الشتاء، لأنه فصل الشتاء بارد، الخميرة بتتفاعلش مع العجين، بدها وقت طويل لتتفاعل مع الخبز.